هادي واحد السجنة الإخوان، يلا كي ركبت ليها الكادر وغادي نصايب فوق منها وحدة أخرى تقريبا الدوبل عليها. كيف ما كتشوفوا راني خدام عليها. هذا هو الكادر ديال الباب. اجي نشوفوا السجنة كيفاش دايرة من الداخل، باقي ما خدمت عليها الإخوان ما حتى شي حاجة. سبق لي وريتها لكم فواحد الفيديو شحال هذا اللي كان كيتفرج في الفيديوهات ديالي راه غادي يعقل عليها. المهم كان فيها واحد الكلب. من بعد بقات غير خاوية، قلت غادي نستافد منها وغادي ندير فيها دجيجات الإخوان. كيف ما كتعرفوا انني مربي الطيور ديالي كتحتاج البيض بزاف كيف ما كتعرفوا، ومع مرور الوقت البيض غادي وكيغلى. وقلت علاش السطح غير خاوي غادي ندير فيه واحد جوج دجيجات ولا ثلاثة يبقاو يبيضوا ليا، يستافدوا منهم الطيور ديالي ونستافد منهم حتى انا. ولا يعني عجبتني يعني التربيه ديالهم غادي نقدر نكبر هذا المشروع هذا ديال تربيه الدواجن. المهم غادي نبدا بثلاثه ان شاء الله، وراه فوق منها النيت غادي نصايب واحده اخرى اللي تقدر تهز حتى 4 ولا 5. المهم كاينين واحد الطاكيات الاخوان غادي نهزم النيت غير من لافيراي، حقاش دابا المشكل عندي انا لافيراي هي اللي كتساعدني وكتخليني انني نتحرك، وكنحاول ان ما نصرف يعني حتى شي ريال على هادشي بحكم ان لافيرا عندي كامله كلشي فيها. المهم غادي نحاول نحيد هاد اللعيبات هادو الاخوان باش نحاول نصاوب واحد الفيترينا لداخل في السجنه، بحكم انني الا جيت نستمرها على برا ما غادي تدخل لياش مع الباب شويه صغير. غادي نحاول انني غير ناخذ العبارات حتى لداخل ندخلها، وديك الساعه الاخوان غادي نحاول انني نجمعها بهاد اللعيبات هادو اللي غنحيد من هاد الخشبه هادي. المهم على بركه الله الاخوان راني كنخدم وكنصور شويه باش الفيديو ما يكونش طويل وحتى انا ما نتعطلش في الخدمه ديالي. المهم الاخوان هادو هما الخشبات راهم ديجا قطعتهم، خديت العبارات ديالي حتى هما كانوا عندي غير في لافيراي كما قلت لكم، راه كنحاول ما نشري حتى شي حاجه. المهم الاخوان هاني ركبتها على بركه الله، دابا غير مزقيه راه مازال ما تابتاش الاخوان، وغادي نقسمها من الوسط يعني غادي يجيو فيها 4 طوابق، يعني كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا الاخوان غادي 4 ديال الطوابق. المهم دابا الاخوان راه غير محطوطه يعني مازاقي ما حتى شي حاجه، غادي حتى نزقي داكشي مزيان وغندخل عندها لداخل وغادي نحاول نثبت داكشي مزيان، حتى الا بغيت يعني نفكها ونخرجها باش ننظف المكان راه يمكن ليها تفك وتخرج وتنظف المكان وترجع. المهم الاخوان يلا خليكم معايا وغادي معها دقه دقه حتى نساليوها. وبغيت نبارطاجي معكم الاخوان هادشي اللي عنده شي بلاصه في السطح يعني خاويه اولا شي لعابه يحاول يستغلها، يعني ما يبقاش يخلي المكان غير كيضيع هكاك، يعني دير فيها حاجه اللي تستغلها وتستافد منها. يعني تبقى مريح مع بنادم راه ما غتستافد منه والو، القهوه ما غتستافد منها والو، الا درتي شي حاجه ديال الحيوانات كوما ما غتستافد منها، حيت هي على الاقل هي شي حاجه اللي كتخليك انك تعمر الوقت ديالك، وبلاصه ما تمشي للقهوه وتبقى تضيع في الوقت ولا تبقى تريح مع الدراري وتنمو في عباد الله. جلس مع راسك وفكر مزيان وحاول انك تخرج بشي حاجه اللي تستافد منها. كما كندير انا كنطلع للسطح ديالي كنبقى مريح مع راسي وكنفكر في نفس الوقت حتى كنخرج بشي نتيجه اللي انا مرتاح فيها. المهم ما كنبقاش غير مريح وكنضيع في الوقت. وهادشي علاش بغيت نبارطاجي معكم هاد الفكره الاخوان، يعني حتى تربيه الدجاج راه شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي غتستافد منها وغتدوز بواحد التجربه وغتتعلم يعني تولي تحمل المسؤوليه. يلا الاخوان خليكم دابا حتى نقطع هاد الخشبه هادي، واخا حتى البنيته ديالي راه كتطلع عندي وخايف لا نقيسها بالمنشار. المهم الاخوان هذا هو الباب الاخوان راني حتى هو خدام عليه وغادي يطلع شي حاجه اللي زوينه ونقيه وصحيحه، يعني ماشي داكشي اللي يعني اش كيقولوا 7 صنايع والرزق ضايع. حتى البزاقرة الاخوان راني ما شاريهم حتى شي حاجه، كما قلت لكم انا غير كنفك شي من شي وكنحاول انني نصايب شي حاجه اللي نستافد منها. راه حتى من المسمار هو الاخر الاخوان كنحيدو من الخشب وكنسرحو وكنعاود نخدم به. هادشي هو اللي يعني كما قلت لك يعني كيزعمني وكيشجعني ان عندي لافيراي اللي كنحتاج فيها كلشي. انا من داك النوع اللي ما كنرمي حتى شي حاجه، يعني هذا كتسمى واحد المتلازمه ما بقيتش عاقل السميه ديالها.
يعني ما كنلو حتى شي حاجة، لانني عارف هذيك الحاجة غادي نحتاجها من بعد. المهم الاخوان هذا هو الباب ان شاء الله، راه باقي ما كملش، باقي ما وجدش، انا خدام عليه دابا، وملي غادي نكملو غتشوفوه. المهم الاخوان ها هو الباب وجد كيف ما كتشوفوا معايا، طلع شي حاجه اللي مزيانه النيت صحيحه شاده راسها وكتحل بسهوله وكتسد بسهوله. المهم الاخوان هذا هو البلاصه ديالو، غادي نثبتو ان شاء الله وغادي نرجع لكم. يعني ما عنديش طريقه كيفاش انني نحط تليفون ونثبت الباب. المهم الاخوان يلا خليكم معايا. هذه واحد يعني ما كيقولوا ليها بيزاغرا واقيلا، ما المهم هاد البيزاغرا هي غادي نثبتها هنا بهذا الشكل هذا. ما عندهاش هذيك العيبه ديالها الاخوان، ولكن غادي نحاول نلقى ليها الحل بسهوله. غادي ندبر ليها واحد اللعيبه غنحيدها ليها من الكوليات ديال التيوات ديال الماء ولا التيوات ديال الغاز. المهم راه صحاب البلومبيات وصحاب التريسينات عارفينهم، هي كتكون بهذا الشكل هذه كوليه، ها مركني جوجات كتكون بهذا الشكل هذه، هي اللي غادي نحتاجو نعاون بها ديك البيزاغرا، لان ديك البيزاغرا ما عندهاش ديالها، حيت حتى هي غير محيدها يعني ما شاريهاش، ما عندهاش ديالها. المهم غنثبتها بهذا الشكل الاخوان. يلا الاخوان المهم غادي نثبتها ونرجع لكم باش ما يكونش الفيديو طويل وما نبقاش حتى انا معطل. اخوان من بعد ما ثبتها بهذا الشكل هذا هو الباب صباح واجد اللهم بارك، يعني كيتسد بسهوله كيتحل بسهوله، يعني ما كاينش شي ديكالاج او لا يعني شي فويت، والباب صحيح يعني ماشي غير مربق ولا شي حاجه، الباب صحيح ديال بصح. المهم الاخوان راه كيتحل بسهوله وكيتسد بسهوله. المهم هي ديك الكوليه راه لصقتها بهذا الشكل. هذه هي السجنه الاخوان من الداخل، خاصها غير تشطيبها دابا وتصبح واجده. المهم هي هذه راه مثبته مقاده مزيان ناضيه، غادي نجيب فيها شي 2 دجيجات ولا 3 ونربيهم فيها، ايوا نستافدوا منهم، ما بقاوش غير مخلين هاد البلاصه كتضيع لله بسبيل الله. المهم انا راه غادي نستافد منهم، وحتى الطويرات ديالي غادي نستافد منهم، لان البيض غادي يصبح عندهم موجود. وهذه هي البلاصه اللي قلت لكم الاخوان، حتى هي راه غادي نصايبها في هاد لافيراي هادي، غادي نصايبها حتى هي تقدر تهز ليا شي 5 أو 6 راها كبيره، يعني الدوبل على هادي. المهم هادشي اللي كان الاخوان. اما بالنسبه للعلافه الاخوان فراه هي هادي صايبتها من طرف نتاع القادوس كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، والطرف نتاع الخشب تا هو قطعته وسمرته، يعني باش يجي داكشي زوين ونقي، ويعني شي حاجه اللي عصريه فهمتي، الماكله ما تبقاش مشتته ويبقى يعني يبقى داكشي يعني نقي، الماكله تكون نقيه داكشي مقاد. صراحه الاخوان راه ما عنديش شي خبره على تربيه الدواجن وما عمري ربيتهم اولا شي حاجه، يعني ما عنديش عليهم واحد الخبره، ومنهم هنا غادي نبدا نبحث ونقلب يعني باش نزيد فيهم شويه القدام، واللي فايت ليه مجربهم او لا فايت ليه مربيهم فيخلي لي المعلومات بصندوق التعاليق، يعني باش نستافد منه حتى انايا. كما كان نعطي بعض المعلومات على حول الطيور ديال الزينه، فحتى اللي كيعرف يعني بعض المعلومات على التربيه ديال الدواجن يخلي لي في التعاليق باش نستافد منه. ما تنساش تبارطاجي معاك حتى هاد لا فيديو باش الناس حتى هي تستافد، يعني كفكره اولا كمشروع بسيط، يعني اولا شي مكان عندك خاوي بسطح يمكن لك تستغلو ودير فيه شي حاجه اللي تستافد منها. المهم هادشي اللي كان الاخوان. غادي ندخل هنا التبن الاخوان، بغيت غير نجيب دجيجات وغادي ندخل التبن، ما بغيتش داكشي نحط بدا يتكرطس من دابا. المهم هاد الباب حتى هو الاخوان راه غادي نضيف عليه واحد شويه نتاع الصباغه باش يرجع نقي ويصبر شويه للشمس والشتاء، خاص ضروري من الصباغه باش تحميه. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان. ما تنساش تبارطاجي معاك لا فيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله.